السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ووصفة اليوم هي وصفة الكعكات بالطلية. راح ندير سبقت ودرت معكم العجينة السحرية. هاد المرة ما راحش ندير بهذيك العجينة، راح ندير بالعجينة التقليدية، الطريقة التقليدية اللي هي 3 كيلات بكيلة. هنا عندنا الفارينة اللي كنت غربلتها، راح نكيل معاكم 3 كيلات ونولي. هنا سبقت وغربلت هاد الفارينة، انا كيلت بهاد البول. هنا حنعاود نحط معاكم الكيلات هكا باش تشوفوا كامل الخطوات. تلت كيلات يكونوا هكذا ممسوحين. الكيلة الاولى، هاني درت الكيلة الثانية وراح ندير الكيلة الاخيرة هي الثالثة. هاني حطيت الكيلة الاخيرة. هنا عندي 2 مغارف تاع سكر كلاص ولا مغرف ونص كبيرة مع مغرف لافاني. راح نخلط كاملها بالنواشف. كما راكم تشوفوا درت 3 كيلة تاع فارينة مع 2 مغارف تاع السكر الناعم ومغرف فانيليا. راح نزيد كمية تاع مبشور الليمون. انا هنا عندي في المجمد. هنا باش نحطكم في الصورة برك الكمية تاع الفارينة. خدات لي حوالي 700 حتى 750 غرام كي كيلتها بهاد الكيلة. وراح نحسب معاكم باش نعطيلكم بالميزان الكمية اللي حنديرها تاع الإدام. انا راح نخلط بين السمن والمارغرين. السمن يكون هكا بدرجة حرارة المطبخ. راح نكملها مارغرين. يعني حوالي اذا كان 750 غرام فارينة راح تكون لي الكيلة تاع السمن ولا الزبدة حوالي 250 غرام عفوا. يعني سبقت ودرت 150 تاع السمن وزدت حوالي 100 غرام تاع مارغرين. اذا كلش عندي 250 غرام تاع إدام. شوف مع مبشور الليمون. نخلط مليح السكر مع الفارينة ومغرف تاع الفانيلا. ما نساوش هنا دائما قرصة تاع الملح هكذا. وراح نزيدو السمن والزبدة تاعي، راح نبسسها. لازم نخدموها مليح يدخل لنا الإدام كامل في الفارينة باش الحلوة تاعنا تجينا مبسة. راح نكمل ندخل الإدام تاعي في الفارينة مليح ونولي معاكم. هنا راح نكملوا المراحل الاخرى. في هذه المرحله راح نزيد الحبه تاع البيض تاعي بصح ما نزيدهاش وحدها، راح نزيد لها قطرات شويه تاع مزهر بهذا الشكل. نخلطها بهذا الشكل. راح نحطها في الوسط كما شفتوا. زدت لها شويه تاع المزهر وراح نكمل نطم هكا بالمزهر. الماء والمزهر لهنا حوالي درت نص كيلة اللي هي 150 غرام بالميزان. وراح نشوف اذا تطلب نزيد راح نزيد شويه.
تقدري تزيدوا معها ملعقه كبيره تاع حليب بودره او شويه تاع الحليب. هنا راح نزيد قطرات برك تاع الحليب. تحبوا من الاول تخلطوا بين حليب وماء ومزهر. هذه اضافه صغيره. هنا راهي العجينه ماهيش تتشقق معانا، اذا راهي جاهزه. راح نخلوها تشرب، خلوها على الاقل ساعه او ساعتين ونبداو نخدموا بها. راح نحطها في كيس غذائي ونخليها تريح شويه ونروح نحضروا الحشو مع بعض. هنا الحشو راح ندير فيه الجوز، وقبل ما نديروش هكا خضر، راح نحمصوا شويه برك ونرحيه. فوالا راح ندخلو نحمصو شويه برك ياخذ اللون الذهبي ونرحيه. هذا انا شريت هكذا نفتت هذا الجوز ماشي حبه كومبلي، اذا لقيت فيها هاد القشور تاع الجوز. يعني ردوا بالكم كي تشرو هذا النوع تاع الجوز لازم تنقيوه مليح. فوالا هكذا راح نرحيه. هكذا نرحيوه بهذا الشكل. شوفوا ماشي خشين، متوسط هكذا. خذ نفس الكيل اللي كيلت به العجينه نكيل به الجوز تاعي. هذه الكيله الاولى بالميزان انا درت 400 غرام، وبالكيله راح نشوفوا شحال حتخرج لنا. الكيله الثانيه وراح نزيد الكيله الاخيره. هنا راح ندير كيله غير ربع تاع سكر. هنا راح نزيد معاهم مغرب صغيره تاع مارغرين باش يولي لي الحشو تاعي طري. نزيدو مبشور الليمون، نزيدو كميه تاع مبشور الليمون، شويه تاع الفانيليا، وراح نطم الحشو تاعي بالمزهر. نسي قبل ندخل هاد شويه تاع المارغرين في كامل الحشو. هنا بعد ما دخلت هذيك المارغرين والسكر راح نطم بالمزهر. كميه مليحه تاع المزهر باش يجينا الحشو تاعنا طري، خلوهش ناشف. خلاص هنايا راهي انطمت معانا. شوفوا قد ما ديروها طريه قد ما راح الحشو تاعكم يجيكم طري. طبعا راح نخليوها ترتاح باش هاد السكر كامل يذوب في الجوز تاعنا ويجينا حشو الشباب. هنا مازال مخصوص، راح نزيد نكمل نطمو ونخليه يرتاح. بعد ما ارتاحت لي العجينه انا هنا خليتها ليله كامله. راح نجي نوزن معاكم العجينه والحشو. العجينه راح نوزنهم كريات تاع 35 غرام والحشو نوزنهم 15 غرام. يلا معانا. الكميه اللي درتها خرجت لي 30 حبه. هنا راح نوزن كميه الحشو ديالي، ندير فيها قلت لكم 15 غرام. نجيب الحشو ديالي راح نحطو لهنا.
نبداو ندورو هكذا العجينه، نجربو ما نخليوش الفراغ بين العجينه والحشو. راح نزيرو هكذا وندورو بهذه الطريقه. ونبدا نغلق في العجينه ونفتحها بهذه الطريقه. الجهه هذه راح نغلقوها بهذه الطريقه، والجهه هذه نخلوها محلوله. راح ندخل هذه الجهه في الجهه الثانيه بهذا الشكل ونغلقه بهذه الطريقه. نقرصو هكذا باش تغلق معانا الحبه. سيو نسقموها. اذا ما عندكمش هاد الليمون ولا هادوما، هي من الاحسن يكونوا عندكم هادو تاع الحديد ولا هادو. اذا ما عندكمش جربوا ديروهم كامل بقيس واحد، يعني هادو راح يعاونوكم في الطياب. كي نحطوهم راح نضغطو هكايا ضغط خفيف، خصوصا في هذه المنطقه اللي غلقنا فيها هذه، باش تجينا الحبه مدحوفه. فوالا راح نجيب كيودون وندير ثقوب باش في الطياب يدخلهم طياب للداخل. شويه برك تعرفونا. نحط الحشو بنفس الطريقه، نخليها شويه بعيده هنايا ب1 سنتيم، ونبدا ندور نلصق العجينه في الحشو باش ما يقعدلناش الفراغ هذاك بيناتهم، وندوروا العجينه بهذه الطريقه. هنا كملت غلقت الحبه ديالي بنفس الطريقه اللي شكلت الحبات اللي قبل، وراح تشوفوا معايا الطريقه الثانيه اللي تغلقوا بها الحبه تاع الكعكات ديالكم، وشوفوا نتوما اللي تجيكم سهله. نحط هذا الخط دائما نديروه هو لتحت بهذا الشكل. نحطوا الجهه الاولى هنايا كما راكم تشوفوا، دائما الجهه الاولى هنايا نحطوها هكذا، ونديروا هذه الجهه هذه فوق هذه هكذا. هادو يجوكم حبات متحوفين خير من الطريقه الاولى، راح تجيكم الحبه شابه. فوالا راح نخليهم يرتاحوا شويه وندخلهم يطيبوا على 180 درجه من التحت. كي يطيبوا من التحت راح نشعلهم شويه برك من الفوق. وبما انه كنت درت كعكه تاع التخرج، اذا وجدت الديكور تاعي نهار من قبل باش ينشفوا لي هاد لي موتيف. درت دبلوم والشابو تاع التخرج، ومول الاخر فيه هاد السيخسو تقولوا تاع الازهار. فوالا وجدتهم كامل وخليتهم ينشفوا. هنا كي يطيبوا من هاد الجهه راح نقلبهم على الجهه الثانيه بهذه الطريقه هكذا، ونخليهم يزيدوا يطيبوا من الجهه التحتانيه. وهنا راح نديروا الطليه كيف كيف. للطليه عندي كيله، نتوما خيروا كيله اللي تكون على حسب شحال عندكم من حبه.
انا هاد الكيله ما راحش نعمرها كامل، كيما راكم تشوفوا درت كيله غير ربع تاع هاد الفنجان. انا فنجان تاع قهوه درت كيله غير ربع، نفس الكيل زيت، نفس الكيل ما زهر، وكنت كيلت ديجا بهذا الكاس نفس الكيل، كيله غير ربع تاع حليب بارد. ومع الاخر راح نزيدو نقاص. هنا عندنا اجباري ملعقه حتى لزوج ملاعق تاع قهوه في الباكي الواحد تاع ملون ابيض، هكا يكون غبره. وعندنا اكيد السكر الناعم. راح نجوزو نديرو الطليه كيف كيف. راح تجيبو اما بلاره كيما جبت انا هكذا، ولا كاس نتخلطو فيه كامل المقادير، لازم يتخلطو كامل كيف كيف. خلطهم مليح باش يتجانز هذاك الزيت مع الماء زهر والحليب والليمون. راح نخليو حتى نطلعوا حتى نديروا الطليه ديالنا باش نزيدوا الليمون مع الاخر. فوالا هاو الخليط. نجيبوا الماعون اللي حنديروا فيه الطليه تاعنا، اما في جفنه ولا هكا في ليان. من الافضل تغربلوا السكر تاعكم. خيروا اي نوع عندكم. راح نزيد نفس النوعيه باش ما نخلطش. حوالي كيلو مغرف مليحه هكذا تاع ملون ابيض باش تجينا الطليه تاعنا شابه. اي لون تحبوا تخرجوه من بعد راح تضيفوه في الاخر، صح الملون الابيض لازم مع الاول. نجيب الخليط ديالي ونبدا نضيف بلا قلبات، نضيف النصف ونبدا نخلط بسم الله. وهنا نقعدوا نضربوا بالباتور ونزيدوا بالعقل هذاك الخليط حتى نتحصلوا على القوام اللي رانا حابينه تاع الطليه ديالنا. خلطوها مليح حتى تولي بهذا الشكل، ما ثقيله ما خفيفه هكذا. في هذه المرحله اللي راح نزيد، انا نحب ذوق الليمون، ندير شويه زياده. جربوا هذه الطريقه راح تجيكم طليه ولا اروع. شوفوا شحال شابه. راح نبداو نطليو الكعكات ديالنا. ديالي هنا جبت هذا الشباك هذا، حطيته فوق الجفنه باش يقطروا لي فوق الجفنه، ونقدر نعاود نجبد هذيك الطليه. نبداو على بركه الله. اما تقدروا تحطوا الحبه تاعكم لهنا وتطليو فوقها، ولا بهذه الطريقه. راح ناخذوها هكذا نحطوها بهذا الشكل حتى تشوفوا دارت هاد الطليه خرجت من هاد الثقبه الصغيره. راح نديروها هكذا ونجبدوه بهذا الشكل. نخبطوها هكذا شويه ونحطوها تكمل تقطر في الكرياج. كما تقدروا تطليو على جهه، تحطوا الحبات تاعكم كامل فوق الكرياج وتطليو بالمغرف. ان شاء الله بكتب لكم الطريقه هكذا بهذا الشكل. وكي تكملوا ديروا الكميه تاع الطليه، تخبطوا مليح هذاك الكرياج باش تهبط لكم الطليه الزياده. وهذيك اللي تهبط من التحت راح نعاودوا نستعملوها، نعاودوا نرجعوها نخدموا بها تانيك الحبات اللي قعدوا. بعد ما ينشفوا شويه باك الحبات راح نحطوهم في صينيه هكذا فوق بابي الومنيوم ونخلوهم ينشفوا تماما باش نكملوا لا ديكوراسيون تاعهم، اللي هي نديروا لهم كريم الفوق ونبلاصيو الديكوراسيون اللي راح نديروها بعجينه السكر. فوالا هاو الديكور اللي خدمته. راح نحي كامل الزايد هذا
هذا نجوز عليه كامل بالناكخي بالبانسو. دوك تشوفوا معايا نديرو الناكخي. عندي الناكخي بلون دوري، ندخل شويه بانسو نخبط مليح هكا وراح نجوز على الحبه ديالي من الفوق. بعد ما درنا الناكخي كامل الحبات راح نبداو نلصقوا الديكوراسيون تاعنا. كما قلت لكم خليو دائما شويه تاع الطليه باش تلصقوا بها لي موتيف تاع لاباط سكر. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكعكات اللي خدمناهم كيف بديكور التخرج. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا وعجبتكم الوصفه. وهنا قسمت لكم الحبه باش تشوفوا الطراوه تاعها من الداخل، جاي يدوب في الفم. جربوا هذه الطريقه سواء تاع العجينه سواء تاع الطليه، راح تجيكم ولا اروع. معليا غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، الى وصفه وفيديو جديد ان شاء الله. سلام.